فرقة من الضباط بتحاول تقتحم أخطر مبنى سكني كل اللي فيه مجرمين وبيحاصروهم، وبيتحول المبنى لساحة حرب مميتة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. بيبدأ فيلمنا بضابط شرطة اسمه راما ودع مراته الحامل وقال لها أنا رايح مهمة سرية، وبنروح لفريق الشرطة والضابط جاكا بيقول لهم هدفنا هو الزعيم تاما، وإنه أسطورة في عالم الإجرام، وطول ال10 سنين اللي فاتوا مفيش شرطة عرفت تدخل المبنى بتاعه، وبيأجر أوض للمجرمين الهربانين من الشرطة، وكمان عامل معمل مخدرات في المبنى ده. وقال لهم عنده 2 حراس، الاول هو ماد وده سعران وممكن يعمل اي حاجة عشان الزعيم بتاعه، والتاني هو اندي وده بقى العقل المدبر. وقال لهم هنطلع دور دور ونخلص على اللي فيه. وصلوا المكان وقابلوا الملازم لاهيو، وقسموا نفسهم فريقين، فريق مع جاكا وفريق مع راما، ودخلوا من باب خلفي لقوا حارس فقتلوه. وظهر ساكن بيفتح قفل المبنى فالظابط ضربه، قال له سيبني يا عم انا جايب علاج ومراتي تعبانه وفيا اللي مكفيني. فاتدخل راما وقال له سيبه، وعرفوا رقم اوضته وطلعوا دور دور كتفوا كل الناس اللي في الاوض لحد ما وصلوا الدور الخامس. شافوا طفل طلع يجري وقال شرطه، لهيو ضرب رصاصه جت في رقبته. وفي طفل تاني في المكان جريوا وراه بس محدش لحقه، وداس على مايك وقال لهم شرطه. وهنا عرف تاما بوجودهم وكلم 2 قناصين قال لهم عندنا ضيوف شوفوا شغلكم. فاستخبوا في العماره اللي قدام المبنى وقتلوا الضابط اللي في الشارع. فظابط من فوق سمع صوت راح بص من الشباك فقتلوه هو كمان. صاحبه راح يلحقه، قام المجرم اللي كانوا رابطينه فك نفسه وخد السيف وقتلهم. وطلع الطرقه قتل ضابط وقال لهم الدور الخامس امان، وقتلوا اللي في العربيه علشان ما يبقاش في اي وسيله للنجاه. تاما فصل الكهرباء عن المبنى كله وقال في سماعه المبنى طبعا انتوا عارفين ان عندنا ضيوف تقال على قلبنا ولازم نخلص منهم، وبمجرد ما تخلصوا عليهم اعتبروا نفسكم ساكنين طول العمر وببلاش كمان. وعموما هم في الدور السادس دلوقتي، انجوي يا حبايبي. فجاكا قال للاهيو اطلب دعم بسرعه احنا مش قد الناس دي. فقال له ما اقدرش اعمل كده اصلا. فجاكا فهم ان العمليه دي مش رسميه وان محدش يعرف بيها. فقال له منك لله يا جدع ايه اللي انت عملته فينا ده. وفجاه المجرمين هجموا عليهم بالاسلحه من الدور اللي فوق بكل شراسه وموتوا عدد كبير منهم. واندي قال لهم انتوا مجانين، ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ افرضوا طلبوا قوات دعم سريع دلوقتي. فتاما قال له ما تقلقش دول شويه اعداء وانا عارف مين اللي وراهم. اندي بص في الشاشه على الضابط واتصدم بس حاول ما يبينش ده. واللي نجوا من الضباط دخلوا اوضه وقفلوا على نفسهم، وبقوا المجرمين محاصرينهم من الباب والقناصين من الشباك، يعني مفيش قدامهم مخرج. فالضابط بو شاف اضعف مكان في الارض وخد الفاس وفضل يضرب فيها لحد ما عمل فتحه ينزلوا منها للشقه اللي تحت ونجح. وجاكا اول واحد نزل بس هجم عليه مجرمين فنزلوا وراه لحقوه وقتلوهم كلهم. وجيبوه ضرب بالفاس عشان ينزل الدور اللي تحت، بس المجرمين ضربوا الارض برصاص كتير من الشقه اللي تحتهم فخد طلقه واتصاب. راما خد انبوبه حطها في ثلاجه وحطها عند باب الاوضه عشان في مجرمين كتير جدا بره، وحط قنبله وفتح الباب فانفجرت في كل المجرمين وماتوا. الزعيم قال لي ماد واندي روحوا شوفوا الضباط دول موجودين في انهي اوضه. فقسموا نفسهم وكل واحد خد 2 مجرمين معاه وراحوا يدوروا عليهم. اندي ما كانش عايز حد معاه بس قال له ماشي. واول ما ركبوا الاسانسير قتل ال2 اللي معاه بالسكينه. راما وبو طلعوا الشقه اللي فوق من الفتحه اللي نزلوا منها وقال له هنروح اوضه الراجل اللي كان جايب دواء لمراته. قال له لا يا عم ما تسيبنيش معاه. قال له ما تخافش ده مش شبههم خليك واثق فيا. وهم بيتكلموا طلع عليهم واحد من كل اوضه في الدور، فراما نزل فيهم ضرب وتفوق عليهم كلهم لانه جامد في فنون القتال وخلص عليهم واحد واحد. واحد من المجرمين سمع صوت الضرب وكان طالع له، فراما خد بوه ووقفوا قدام شقه الراجل وفضل يخبط وقال له افتح لي بالله عليك انا معايا واحد مصاب. فتح له على اخر لحظه قبل ما المجرم يشوفه علشان يرد له الجميل انه سابه يطلع بالعلاج لمراته. وفتح لهم مكان سري ورا الحيطه استخبوا فيه. وجه المجرم يفتش الاوض وبدا باوضه الراجل ده وهدد وقال لرجالته فتشوا لي كل حته في الاوضه، وراح ضارب السيف بتاعه كذا ضربه في الحيطه اللي مستخبيين وراها لحد ما جت في خد راما بس استحمل وما طلعش صوت. فجري عليه الراجل وقال له ارحمونا بقى سيبونا في حالنا. رجع سحب السيف بتاعه من الحيطه، فراما مسح الدم من على السيف عشان ما يعرفش ان في حد ورا الحيطه. وطلعوا وراما قال للراجل لازم تقول لي اي معلومات عن المكان ده علشان نعرف نخرج من هنا. فقال له مفيش امل تاما مسيطر على المكان كله. قال له طب خلي بالك من صاحبي على ما اجي. وطلع من الاوضه فلقى المجرم اللي كان بيدور عليهم ورجالته، موت منهم كام واحد وجري في طرقه بس طلع اخرهم مقفول ومعرفش يهرب فما لقاش طريقه غير المواجهه، وجري عليهم ونزل فيهم ضرب وسحلهم في المكان كله وخد السيف خلص عليهم. وخد اخر مجرم ونط بيه من الشباك نزل على حديده اوضه تانية. فخرج من الاوضه وفضل ماشي في الطرقه دايخ بيفكر
بيفكر في مراته وابنه اللي في بطنها. اندي سحبه ودخله اوضه، فضلوا باصين لبعض وقال له انت بتعمل ايه هنا؟ وبنروح للاهيو وهو بيقول لجاكا دول اكيد ماتوا، فقال له معرفش. قال له يا ابني واحد بيعرج والتاني مبتدئ، احنا مش هنضحي بنفسنا ونطلع فوق عشان نجيب ناس ميته، وان اللي امر بالمهمه دي هو شخص مهم وغني. فتعصب وضربه وقال له لحد هنا وتسكت خالص، واول ما نخرج من هنا صدقني مش هتفارق الزنزانه. وطلعوا من الاوضه لقوا هجوم عليهم من ماد ورجالته ورفعوا السلاح على بعض. فجاكا قال لصاحبه داجو اهرب انت ولاهيو واحميه. فرجاله ماد جريوا وراهم. ماد وجاكا دخلوا اوضه، ساب السلاح وقال له انا ما بحبش استخدام السلاح علشان دي طريقه قتل سريعه وما بحسش فيها بالمتعه، انا بحب الطريقه دي اكتر. واداله بالرجل طيره وطلع اجمد من اي حد في فنون القتال. فضلوا يضربوا في بعض بس مات تفوق عليه لحد ما لف راسه وفصلها عن جسمه. راما قال لي اندي يعني 6 سنين من غير ما اعرف عنك حاجه وفي الاخر الاقيك بالمنظر ده؟ بابا كل اللي يتمناه من الدنيا ان انت تكون موجود في البيت. فقال له انسى، انا مش اندي بتاع زمان وانت لازم تمشي من هنا. قال له مش همشي غير بفريقي ولازم انقذك منهم وتطلع معايا. قال له تنقذ مين يا ابني؟ ده انت عايز اللي ينقذك. وقبل ما يطلع من المكان راما قال له انه هو هيبقى خال. ففرح وقال له ما تحاولش مش هطلع من هنا برضه. وطلع عند الاسانسير فبيلاقي مات بيجر جاكا على الارض وقال له انا هطلعه للزعيم. قال له مش ده الظابط اللي الزعيم عايزه وكمان جايبه له ميت؟ قال له اهو احسن ما ادخل ايدي فاضيه زيك. راما طلع وفضل ماشي في الدور. فداجو فتح الباب وسحبه في اوضه فيها لاهيو وسالوا عن بول مصاب. فقال له في امان بس فقدنا جاكا. قال لهم احنا هنكمل المهمه اللي جينا علشانها وهنقبض على الزعيم. فلاهيو قال له ده في الدور ال15. ما درام جاكا قدام الزعيم. فقال لي انتي وانت جاي ايدك فاضيه ليه؟ مش انا اللي تضيع لي وقتي. قال له في 2 لسه عايشين. فضحك وقال له ولو قلت لك ان هم 3؟ وراله فيديو ليه وهو بيسحب راما الاوضه. فقال له يا انت تموت قدامه يا هو يتقطع حتت قدامك. وخلى ماد يعلقه في اوضه ويعذبه. طلع راما والاتنين اللي معاه للدور اللي فيه معمل المخدرات. دخلوا لقوا مجرمين كتير فالتلاتة قعدوا يضربوا فيهم لحد ما خلصوا عليهم كلهم. وكانوا طالعين الدور اللي فوق بس راما شاف اوضه فيها واحد متعلق وبيتعذب فعرف انه اندي اخوه. دخل لقى ماد هو اللي عامل فيه كده ففكه ونزل ودارت العركه بين الاخين وماد. وما كانوش متوقعين انه محترف كده في فنون القتال. ضربهم وهما الاتنين ما قدروش عليه وكلوا علقه موت وعمال يتشقلب في الاوضه مفيش حاجه بتاثر فيه لحد ما فرفروا منه وكان هيفصل راس راما عن جسمه. واندي خد لمبه مكسوره ودخلها في زوره بس مفيش فايده، فضل يضرب فيهم واللمبه في زوره برضه ما ماتش غير لما راما قطع له راسه بيها. طلع لاهيو وداجو الادوار اللي فوق وخلص على كل المجرمين اللي قابلوه. وصل لاوضه تاما وخلى داجو يكلبشه وضرب رصاصه في دماغ داجو وخد تاما ونزل على السلم. فقابله راما راح ضرب ناحيته رصاصه عشان ما يقربش ودار بينهم حوار. فتاما قال للملازم هو انت فاكر ان انت زي ما هتدخل زي ما هتخرج؟ احنا كنا عاملين حسابنا ومستنيينك تيجي، وحتى لو خرجت من هنا فمش هيخلوك تفارق الزنزانه وانت كده كده ميت من ساعه مكالمه ريزا اللي امر بالمهمه وان هم باعتينه علشان يموت. فضرب رصاصه في دماغ تاما وجه يضرب رصاصه في دماغه لقى من حظه الاسود ان المسدس خلص ووقع في شر اعماله. واندي سلم راما سيديهات قبل ما يمشي وقال له دي حاجات كان ماسكها على كل ضابط حقير اشتغل معاه واللي لاهيو واحد منهم. راما خد بوه ولاهيو ومشي. فقال لاخوه هيجوا هنا ويدمروا المكان كله، تعال معايا احسن. قالوا اللبس ده لايق عليا اكتر وانا اللي هدير المكان ده بعد موت تاما ورجع وسابه. وبكده يبقى انتهى الجزء الاول من ملخص فيلمنا النهارده. نشوفكم في ملخص الجزء الثاني يا احلى متابعين.